محشي الكرنب من أهم وأحلى الأكلات اللي بناكلها في البرد والشتاء، اللي بتدفينا وتشبعنا وتدينا طاقة. هنعمل النهاردة المحشي بطريقة سهلة قوي وبسيطة جدا، لكن النتيجة حلوة قوي. هنعمل المحشي بكام خطوة كده حلوين قوي، هيضيفوا للمحشي طعم فعلا خطير. محشي الكرنب من أجمل الأكلات الشتوية اللي بتدفينا وتشبعنا. قبل ما أبدأ معاكم وصفتي، أنا عزة مصطفى، وأتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، وكمان تحطوا لايك للفيديو علشان تشوفوا كل وصفاتي الجديدة. هنبدأ كده نجهز الكرنبة الجميلة دي علشان نسلقها كده. بدأت كده أشيل جزء من الأوراق بتاعة الكرنبة علشان أقدر أسلقها بسرعة. وطبعا كرنب الشتاء بيكون حلو قوي، بيتسلق بسرعة جدا، ما بياخدش وقت خالص. حطيت المية على النار وحطيت فيها كمون وملح، وبدأت هنا أسلق الكرنبة بالشكل ده. طبعا دقيقتين بالظبط على كل ناحية، لأنه الكرنب في الشتاء بيكون حلو قوي وطري جدا، ورقه كبير، ما بيستحملش النار خالص، يعني بالظبط يعني دقيقتين على كل ناحية، وكان بالشكل الحلو ده. طبعا سلق الكرنب سهل قوي، ما بياخدش وقت ولا أي حاجة. بعد ما سلقت الكرنب كده هقطع الكرنب بالشكل ده. وطبعا الكرنب زي ما انتم شايفين كده حلو قوي، الورقة كده كبيرة قوي، بتكون سهل ان احنا نقطعها ونتعامل معاها بالشكل ده. هقطع الكرنب كده او ورق الكرنب يعني، وهكمل بقى كل الكمية بنفس الطريقة، بنفس طريقة التقطيع دي هنكمل كل الكمية بتاعتنا. وهنا بقى هنعمل الخلطة الجبارة، خلطة المحشي بقى الرهيبة. عملنا كده شوية بصل حلوين في الكبة مفرومين كويس، ونزلنا عليهم بشوية زيت برضو كويسين، وهنقلب البصل لحد كده ما ياخد لون. وبعد كده هننزل بعصير الطماطم، ودي أول خطوة كده في خلطة الجمبري، سوري، في خلطة المحشي. اول خطوة في خلطة المحشي. تاني خطوة بقى ان احنا هنحط معلقتين كبار من الثوم المفروم، ومهم جدا الثوم بالنسبة للمحشي، بيخلي طعمه جميل جدا، بيخلي طعمه مش عادي. هنا هحط بقى ملح وفلفل اسمر وكمون وشطة وبابريكا، وهقلب كل التوابل الحلوة دي في خلطة المحشي. برضو حطيت رشة سكر عشان طبعا الطماطم، والريحة كانت حلوة قوي، ريحة الخلطة، خلطة المحشي جميلة قوي. هنا حطيت بقى شوية سكر. في خطوة برضو حلوة قوي ومهمة جدا. هنا هنتبل بقى الرز بتاعنا، الرز اللي هنعمل بيه المحشي هنتبله ازاي؟ هنحط كده شوية بصل مفرومين، وهنحط عليهم ملح وفلفل وكمون وشطة، وهبدأ أدعك البصل كويس قوي مع التوابل علشان ينزل كده العصير، كل عصير البصل كده. ومهم ان احنا ندعك البصل بايدينا. بعد كده نزلت بالرز اللي كان متصفي ومغسول، وهقلب بقى الرز في الحاجات الحلوة دي علشان يبقى كده تبلنا رز المحشي، علشان يدي للمحشي كمان طعم حلو قوي. نزلت برضو بالخضرة اللي كنت غسلتها كويس وصفتها بالشكل ده. وطبعا هقلب كل الحاجات الجميلة دي مع بعضها علشان الرز كده يبقى طعمه وريحته حلوة قوي. هنا بقى هننزل بالخلطة الجميلة بتاعتنا، خلطة المحشي، وهنقلب بقى. والله فعلا الخلطة كانت جبارة، خلطة المحشي الخطيرة. هنلف بقى صوابع المحشي الجميلة دي. طبعا علشان انا جهزت ورق المحشي وقطعته بالشكل ده، كان جاهز معايا، يعني اي كمية محشي هتتلف بسرعة جدا، ما هتاخدش اي وقت ولا مجهود، بسرعة قوي هنلف كده اي كمية محشي بالطريقة السهلة دي اللي كلنا عارفينها. طبعا هنا اول ما هخلص بقى صوابع المحشي كده، هكون انا مجهزة حلة،
وحاطه فيها بقى الخضار اللي بنحطه كده في الحله، فلفل وبصل وطماطم، قطعتهم كده في الحله علشان هنرص بقى المحشي بتاعنا الجميل ده. طبعا الخضار اللي في الحله ده بيدي برضو للمحشي طعم حلو قوي. هنفضل بقى نرص كده المحشي او صوابع المحشي كده، محشي الكرنب الجميل ده، لحد ما نخلص بقى كل كمية المحشي بتاعتنا. بعد كده هرفعه على النار، على نار عالية قوي في الاول، بعد كده نار متوسطة، وبعد كده نار هادية قوي. بالشكل ده كان المحشي، محشي الكرنب الخطير. احلى وصفة محشي ممكن تعملوها بكام تركية كده، لكن حلوة قوي. هنعمل هنا بقى المحشي على النار، بس هنسويه بشوربة لحمة، مهمة جدا شوربة اللحمة للمحشي. حطيت بقى في شوربة اللحمة معلقة من الصلصة عشان يبقى لونه احمر وخطير كده. ولو مفيش بقى شوربة لحمة ممكن تغلي مية في مرقاية وتبقى بديل للشوربة. ده كان المحشي بالشكل الحلو ده. لو عجبتكم وصفتي ما تنسوش تتابعوني وتشتركوا في القناة، وكمان تحطوا لايك للفيديو.